ليالي الابطال وكلنا عارفين ليالي الابطال بيحصل فيها ايه. الواحد الصراحه مش عارف يبدا منين ولا منين. النهارده كان في ماتشات كتير جدا وحلوه ومبهجه تخلي الواحد متحمس ان هو يتفرج على كوره كده. المشكله بقى ان انا اضحك عليك لو قلت لك ان انا تابعت كل المباريات دي. صراحه انا ما تابعتش غير 3 مباريات بس. طبعا ريال مدريد عشان انا بشجع ريال مدريد، واللي كنت بتابعه طبعا عشان كنت خايف من اصحابنا البرشلونيه ان هم يحفلوا عليا بعد الماتش ده. وطبعا برضو كنت بتفرج على ماتش ارسنال والبايرن اللي انا اصلا كنت متوقع ان ارسنال هي اللي هتاخد الماتش ده، عشان انا دايما بشوف ان ارسنال في دوري الابطال غير اي حاجه تانية، يعني ماشي في الدوري مش زي في الدوري الانجليزي. وماتش ليفربول برضو كنت بتابعه، كنت باخد منه تخاطيف كده بسيطه عشان اشوف الوضع العام بتاع ليفربول لسه زي ما هو ولا راح في حته تانية. على العموم احنا في الفيديو ده هنتكلم عن اللي حصل في الماتشات الثلاثه اللي انا قلت لكم عليها. احنا لسه نستنى. تعالى اما اقول لك. تعالى. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس، كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. هنبدا بماتش ارسنال والبايرن، واللي انا شايف ان هو ماتش حلو والنتيجه كانت حلوه فعلا بالنسبه لي. يعني مش شايف ان هو كان اجوان كتير جدا في البايرن، ولا شايف ان البايرن اصلا يعني مغلوبه سكور كبير يعني. بس انا بالنسبه لي ده اللي كنت متوقع ان هو يحصل، لان ارسنال السنه دي واقفه على ارض صلبه كده ومعاها تنوع كبير جدا في اللعيبه اللي معاها، وده بيديها اريحيه ان هي تنزل اي لعيب في مكان اي لعيب تاني ويقدر يجيب جوان. بمعنى عندك مارتينيلي، يعني الراجل نزل مفيش تك تك حط جون. ارتيتا عارف يعمل ايه بالظبط مع ارسنال. هو خلاص فهم الكيمياء ما بين اللعيبه وظبط الكيمياء ما بين اللعيبه وعارف الدنيا بتمشي ازاي. وخلاص هو خلاص بقى كده يعني نستناه ان هو ياخد الدوري الانجليزي بس يعني دوري الابطال دي ما اعتقدش قوي، يعني عشان برضه دوري الابطال غير، يعني دوري الابطال له سيناريوهات لوحده وله حسابات لوحده تاني. نيجي بقى لماتش ريال مدريد، السوبر هاتريك بتاع امبابي. السوبر هاتريك الامباب مولع الدنيا. انا واحد بشوف ان امبابي ده سابق جيله بكتير جدا، لعيب سابق جيله، ما يعني ملوش زي حاليا. الواد ده عنده القدره ان هو يغير مسار اي ماتش، يغير مسار اي ماتش، وبالاخص بقى لو مزاجه رايق ودماغه حلوه وبيلعب كويس. يعني احنا كنا مغلوبين 1-0، يقوم الباشا يعمل ايه بقى؟ يحط لك هاتريك. ايه ده؟ ايه العظمه دي يا اسطى؟ المشكله ان بعد الهاتريك اللي هو جابه ده اصبح تاني اسرع هاتريك في دوري الابطال. طبعا الاول محمد صلاح وهو تاني واحد. امبابي جاب الهاتريك ده في 6 دقائق و42 ثانيه، والاول محمد صلاح اللي جاب الهاتريك بتاعه في 6 دقائق و12 ثانيه. بس هنتكلم على الصراحه، ريال مدريد كانت ضايعه الماتش ده، يعني دخل فيها جوان كانت ممكن الفرقه ترجع تاني وتتعادل معانا، وممكن كانت تكسبنا كمان. احنا دفاعيا كنا مش احسن حاجه، مش الطف حاجه. الكره العرضيه كلها كانت بتعدي علينا عادي وبتخش وما فيش اي مشاكل خالص. اي كره عرضيه زي ما قلت لك كانت بتبقى خطيره جدا على ريال مدريد. بس الحمد لله يا عم ربك ستر وكسبنا الماتش والدنيا عدت، يعني الحمد لله. والحمد لله كمان ان احنا طلعنا بالنتيجه دي. يعني كان اي برشلوناوي لو كنا طلعنا بنتيجه تانيه كان زمانه بيحفل دلوقتي. صراحه اللي اتعمل فيهم امبارح مش قليل يعني. خدوا 3 يا ابو 3 يا ابو 3 كتير قوي. نيجي بقى للكارثه اللي حصلت في الانفيلد، الكارثه بتاعت ليفربول اللي انا شايف ان هي فعلا كارثه. 4 يا اسطى، تشيل 4 في الانفيلد يعني ايه في انت فين يا سلوت؟ انت فين؟ مش شايفك. انا اتكلمت كتير جدا في فيديوهات الفانتزي عن ليفربول وقلت ان هم دفاعيا مش احسن حاجه السنه دي خالص. مش دي ليفربول اللي خدت الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، مش دي خالص. بس الصراحه بقى انا مش عارف المشكله فين بالظبط. المشكله في اللعيبه ولا في المدرب ولا فين؟ يعني انا مش عارف الصراحه. هو ده فان دايك؟ هو ده صلاح؟ هو ده فان دايك اللي طالع يجيب الكرة بايده ويتسبب في ضربة جزاء؟ فان دايك ده لاعب مخضرم، مش مدافع عادي، ده مدافع مخضرم. ازاي يجي له في دماغه ان هو يعمل كده؟ انا من وجهة نظري انا شايف ان ده زهق خلاص، هو ملل. هو شايف ان ما عادش في ايده حاجة يعملها في الفرقة. هو خلاص التوجيهات اللي بتجيله، التعليمات اللي بتجيله مخلاه زهقان، مش عايز يلعب. تعال بص كده على وش محمد صلاح وهو خارج من الماتش، بيسقف كده حزين. ما فيش ما هو مش عارف يعمل حاجه، مش بايده حاجه يعملها. هو اللي بيتقال له عليه بينزل يعمله بس فقط لا غير. انا قلت في فيديو قبل كده ان هو بتاع الليفر ونوتنجهام فورست، قلت ان خلاص مشارف الاستقاله بتاعت سلوت خلاص ما فيش اهي على الابواب، يعني هو هيستقيل قريب. انا بقى لو مكانه بعد الماتش ده اخرج كده على الاداره اقول لهم يا باشا سلام عليكم، فين الامضاء؟ امضي فين يا امضي يا شوال، سلام عليكم وامشي بس. انما اللي بيحصل ده تهريج، حرفيا تهريج في ليفربول. وبعدين هو اصلا كمان طلع بعد ماتش نوتنجهام وقال انا اللي مسؤول عن كل حاجه، وانا اللي مسؤول، وانا اللي اللعيبه مالهاش ذنب، وانا اللي مش عارف ايه. طب يا اسطى انت مسؤول، روح بقى امضي استقالتك وخليهم يشوفوا اي مدرب تاني يجي يحسن او حتى يلحق اي حاجه من اللي فات ليفربول ده. اي حاجه تعوضهم، حتى مركز قريب حتى في الدوري الانجليزي.
مركز كويس في دوري الابطال. المشكله حتى ان هو مش عايز يحمس لعيبته ومش عايز يغير طريقه لعبه، مفيش اي حاجه خالص، مفيش. بس وده كان ملخص كده ال3 ماتشات اللي اتلعبوا النهارده، او هو كان في ماتشات كتيره بس دول ال3 اللي انا اتفرجت عليهم الصراحه، او اللي انا تابعتهم هم ارسنال والبايرن وليفربول وماتش ريال مدريد. فما تنسوناش بقى بكومنت ولايك وشير، وساعدنا كده ننط يا صاحبي، يعني خليك في ظهرنا كده. سلام.